السلام عليكم. انهيار وجنون الإعلام الجزائري بعد ضبط شيخ مغربي يقوم بأعمال سحرية ضد لاعب المنتخب الجزائري. ولكن في البداية قبل ما نبدأ الخبر ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل جديد. قبل المباراة الهامة بين الجزائر والمغرب فقد نقلت شبكة إفريقيا بالعربية فقد استاء المدرب الجزائري رزقي أرمان الذي أدى مرانه الأول على استاد الحملاوي الذي سيستضيف المباراة بين الجزائر والمغرب، وتفاجأ بأن وجود بعض الأعمال السحرية وأن هناك شيخ مغربي يقوم بدفن الأعمال السحرية داخل أرضية الملعب، مما أدى إلى غضب المدرب الجزائري رزقي أرمان وقام بجمع هذه الأعمال وتم إشعال النيران فيها، وقال للاعبين سوف نحصن أنفسنا من هذه الأعمال السحرية بقراءة القرآن الكريم. وهذا ما جن جنون علي بن شيخ وقال ما هذا يا مغرب، تؤذون الصغار من أجل مباراة كرة قدم وتشركون بالله من أجل الفوز في مباراة، وقال يجب محاكمة الشيخ المغربي وكل من أتى به إلى الجزائر، وقال فغدا نفوز بإذن الله وبفضله ننتصر على السحر والشعوذة. واخيرا لو انت تريد الفوز للمنتخب الجزائري غدا ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل جديد.